هي أول مرة مغربية كتقود طيارة في زمن كان في العالم عدد الطيارات أي النساء اللي كيسوقوا الطيارات ما كيتعداش أصابع اليد الواحدة. هي أيضا اسم نسائي بارز في مغرب ما بعد الاستقلال بين جميع المناضلات من جيلها. سبب أساسي فتح المجال أمام أخريات ألهمهن مسارها المميز. الأمر كيتعلق بتوريا الشاوي. تزاد توريا الشاوي صباح يوم الخميس 14 دجنبر 1937 بحومة القلقليين بمدينة فاس، وعاشت داخل أسرة عطتها كل العناية والحنان اللازمين وكل ما يمكن تحتاجه طلبوا فتاة في سنها. À Casablanca, mademoiselle Touria Chaoui, jeune marocaine de 16 ans, vient de passer avec succès son brevet de pilote qu'elle a pu acquérir grâce aux leçons de messieurs Noguero et de la Chenal, moniteurs du club des ailes chérifiennes. Touria Chaoui est la seule musulmane, à l'exception de 2 égyptiennes, à posséder son brevet de pilotage et, après 42 heures de vol successifs, un bon atterrissage n'a plus de secret pour elle. Touria Chaoui peut s'enorgueillir d'un titre qu'elle est la première à porter de Casablanca à Tunis. تعرضت توريا الشاوي لمحاولات متكررة للاغتيال، وتحديدا الأربع محاولات كلها كانت فاشلة لحسن الحظ. لكن الحظ غاب فاش كرروا القتلة المحاولة مرة أخرى حتى حققوا الهدف ديالهم. الاغتيال ديال توريا هذه تظن أصعب لحظة عشتها في حياتي وأهم لحظة اللي إلى حد الآن رغم الوقت 60 عام دازت على هذا او اكثر. الاغتيال ديال توريا عمره ما غادي يتنسى، لان مازال كنتذكر ذاك اللحظه. وكانت توريا كترأس عندها مؤسسه ديالها، مؤسسه الاميره لاله امينه للفتيات. وذاك النهار كان كل شيء فرحان، لان عارفين الاستقلال لا غدا غادي يكون كل شيء فرحان، كل شيء اللي كانوا الناس كيدوروا بالحراقيات وكان عندنا واحد السائق كيشتغل معنا، كان وصلني للمدرسه ديالها وانا عندي 11 سنه بديك الساعه، وحضرت على خطاب دارته الفتيات، قلت لهم انا سعيده بان غدا غادي تكونوا تعيشوا لحظه الاستقلال، ولبسوا احسن ثياب ونشطوا، والحمد لله اللي وصلنا لهذا النهار. وان الوالده ديالها كتطلع عليها من البالكون وكتدوي معاها، وجا الشخص من وراها اللي غينفذ العمليه وضربها من الوراء يعني ما شافتوش. انا كنتصنت لهذا الخطاب ديالها، ومن بعد طلعت انا وياها في السياره، وما بين المؤسسه الى الدار ديالنا المنزل 32 زنقة برجراك، تقريبا نقدر نقول 800 متر 500 متر. وراجعين في الطوموبيل كنتذكروا بنشاط علاش عملت في العشيه، شنو كنت في المدرسه، ماشي ما يعني حقيقه كان منتهى السعاده، لان كانت حسيت بها لانها في نشاط تام. لما وصلنا لباب المنزل في هذيك الواقعه ما كنتش كنتذكر على ان ما كانش كتجيني الفكره على ان شي واحد غادي يسوء لتوريا باش يوصل للاغتيال، لانني كطفل ما يمكنش نخمم في ذاك الوقت في ذاك الجريمه. انا كيحسبني شي واحد كيبسط معنا، لما تنشوف اليد قريبه لراسها وحسيت وسمعت ذاك الانفجار، انا يحسبني كاين نوع من بسط، ولكن للاسف كانت الوفاه ديالها كنحس كنسمع بالوالده ديالي كتخوت من البالكون، لان شافت من البالكون سمعت ذاك الانفجار وكانت كتطلل وكانت يعني حقيقه يعني لحظه كنعيشها الان بالدقيقه وبالثانيه رغم طولة الوقت. عاش المغرب أول جنازة سياسية كبرى في أول سنة من استقلاله، شيع فيها واحدة من بناته توريا الشاوي
اللي تحرمات من الاستمتاع بلحظات طالما تمنات تعيشها، لحظة الإعلان الرسمي على استقلال المغرب. وهكذا استشهدت توريا الشاوي ودفنات يوم 2 مارس 1956 بعد ما رافق موكبها الجنائزي 60,000 شخص من اللي حبوها وقدروا اجتهاداتها وإنجازاتها اللي ساهمت في رقي بمكانة المرأة المغربية حتى وصل صيتها العالمية. توريا الشاوي لم تعيش حياة خاصة، ولكنها عاشت حيوات يعني بصيغة الجمع متعددة. حياة الشاوي أو توريا الشاوي في الجانب المهني الطيارة، توريا الشاوي الفاعلة الجمعوية، الممثلة المسرحية، الممثلة السينمائية، المناضلة السياسية، الفاعلة النقابية. يعني من كنجمعوا هادشي كله أكيد أننا أمام فتاة سبقت عصرها واستطاعت أن تترك بصمات واضحة في مسار الحركة النسائية. توريا الشاوي بعد استشهادها في يوم فاتح مارس من سنة 1956 في الظروف التاريخية المعروفة، تحولت إلى مرجع بالنسبة للملايين ديال الأسر المغربية. أصبحت نموذجا للفتاة المغربية لأنها استطاعت أن تتحدى إرادتين اثنتين، إرادتين مزوجتين. تحدت إرادة الاستعمار أولا بانخراطها في العمل الوطني السياسي التأطيري، وتحدت إرادة التقاليد البالية التي كانت تجعل المرأة المغربية يعني كائنا يعني مهمشا، كائنا منسيا، كائنا بدون أي حقوق، بدون أي مسؤوليات. فإذا هذا التحدي المزوج هو الذي صنع تألق اسم توريا الشاوي. كانت توريا الشاوي الشابة الوحيدة بين ريبرتوار يضم رموزا صنعوا صورة المغرب الجديد الناهض، وبقت أسماءهم مخلدة في الذاكرة الحية للمغاربة بعدما تحولت قصصهم إلى حكايات خالدة وبقوا بذلك رموز للأمة. توريا لم تحلق في السماء فحسب، بل فتحت لجيل كامل أبواب الحرية والانعتاق. الفتاة الصغيرة استشهدت نعم، لكنها كانت وراء ولادة أسطورة كلها معاني وعبار، المغرب الأمس واليوم وغدا.